المباراة عزيزي المشاهد والمتابع في كل مكان ذهبت إلى ضربات الترجيح، وبالتالي نهائي غرب آسيا سيحدد بضربات الترجيح من سيكون البطل لهذه البطولة. مباراة جميلة بالمناسبة، قدم المنتخبين صورة رائعة وقوية، ورفض المنتخبان أن تذهب الأمور باتجاه الوقت الأصلي لحسم النتيجة، بل تم إحالة الأوراق إلى ضربات الترجيح، هي من ستقرر من سيكون البطل. ما في تعادلات في هذه المباراة، وبالتالي ضربات الترجيح تحسم الموقف لهذه البطولة ولقب هذه البطولة. علي الحنبصي هو من يتقدم من جانب المنتخب اليمني في هذه اللحظات. حارس المرمى محمود البريع في عرينا بذكريات الكبار الدعيع وبقية الكبار من جانب حراس مرمى المنتخب السعودي. هنا علي الحنبصي يتقدم لاعب المنتخب اليمني في تنفيذ أول ضربة جزاء مهدرة، أول ضربة جزاء مهدرة. محمود يا محمود، الزاوية الصح، القرار وردة الفعل بامتياز. حارس المرمى السعودي يختار القرار السليم، ينقض على الكرة وردة فعل الحنبصي بهذه الصورة لأنه أهدر أول ضربة جزاء. بالتالي ما في أجمل من هالبداية للسعودي، ما في أجمل من هالبداية للمنتخب السعودي. هنا ماهر علي حكم المباراة في حديث مع وضاح يقابل الشمراني أحد نجوم البطولة، القميص رقم 8 من يحمل شارة القيادة بالنسبة للمنتخب السعودي، هو من يتقدم في هذه اللحظات. الشمراني أحد نجوم البطولة يتقدم، يضعها في المرمى ببراعة بجمال، أي إمكانيات. أحد الأسماء الشابة التي من المنتظر أن تكون في المستقبل القريب نجوم من نجوم كرة القدم السعودية الكبار. يا سلام يا سلام، وضعها في زاوية جميلة قوية، في زاوية مستحيلة على حراس المرمى، وبالتالي يتقدم الآن المنتخب السعودي في ضربات الترجيح بحكم أنه هو سجل والمنتخب اليمني أهدى. الآن المنتخب اليمني في ثاني ضربة ترجيحية من خلالها ينتظر المنتخب اليمني أن يسجل أهدافه الأولى من ضربات الترجيح، ينجح في ذلك، يسجل عن طريق عبد الله الدقين، نعم اللاعب الذي يزور شباك المنتخب السعودي ويسجل في مرمى محمود البريا، ينجح في اصطياد هذا الهدف وعودة الآمال من جانب المنتخب اليمني. المنتخب اليمني ثاني ضربة ترجيحية ينجح في إرسالها نحو الشباك. القميص رقم 9 محمد العيسى، القميص رقم 9، هذا محمد العيسى اللي أعادهم بهدف التعادل 1-1 في الوقت المحتسب بدل الضايع، من أعاد لهم الأمل في الوقت المحتسب بدل الضايع. الآن هو من يتقدم لتنفيذ ضربة الجزاء. هنا وضاح المنتخب السعودي، وضاح يتصدى محمد العيسى الذي أفرحهم بهدف التعادل، عاد ليحزنهم بإهدار ضربة جزاء. محمد لكن وضاح قرار سليم، هو أرسلها في مكان جميل، ردة فعل خيالية بالتصدي. لاحظ ردة الفعل من جانب وضاح، أنور الزاوية والقرار، وبالتالي عادت الأمور نحو التعادل ما بين المنتخبين. كل منهم سجل ضربة ترجيحية وكل منهم أهدر ضربة ترجيحية. الآن المحاولة للمنتخب اليمني بامتياز كبير. أنور ينير الطريق، يسجل للمنتخب اليمني من ثالث ضربة ترجيحية بامتياز، يضعها بهدوء. يا سلام على ثقة كبيرة. الحارس راح في زاوية والكرة اتجهت في زاوية أخرى، وبالتالي المنتخب اليمني
يسجل في هذه اللحظات. الآن الدور على المنتخب السعودي عن طريق عبد السلام برناوي. هذا المدافع برناوي، المدافع برناوي الذي يدافع عن حظوظ المنتخب السعودي بامتياز. يا سلام يا سلام يا سلام يا معلم، حطها بثقة كبيرة كذلك في مرمى وضاح، وعادل النتيجة مجددا. يا الله، ثقة كبيرة، وبالتالي ركنها بشكل جميل في زاوية صعبة جدا. حتى لو الحارس راح إلى نفس الزاوية ما راح يقدر عليها لأنها كانت في الزاوية الصعبة. كل منتخب سجل ضربتين وأهدر ضربة. الدور على من؟ عادل عباس، هذا نجم المباراة في الشوط الثاني. عادل 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 عادل، حكاية حكاية حكاية. القميص رقم 18 تذكروه، تابعوه، أحد نجوم هذه المباراة. عادل أحد الأسماء الذي فرض نفسه وبقوة في المباراة النهائية، يسجل بامتياز، يكمل ما قدمه من نتائج رائعة في مباراة اليوم على مدار الشوطين بضربة ترجيحية كذلك ناجحة في عرين المنتخب السعودي. الآن نواف البشري، نواف الهداف البشري المهاجم في مواجهة وضاح حارس مرمى المنتخب اليمني في المرمى. يا سلام، حطها بشكل جميل. وضاح كاد أن يصطادها لكنها كانت قوية، راح لها بنفس المكان بنفس الزاوية. الكرة كانت أقوى. قرار حلو من نواف البشري أن ركنها بهذه القوة، وبالتالي متعادلين الجماعة، متعادلين الشقيقان المنتخب السعودي والمنتخب اليمني في المباراة. 90 دقيقة 1-1 بضربات الجزاء، متعادلين، كل منهم سجل 3 وأهدر 1. الآن رفعت الناداف، هذا اللاعب الذي اختار قيس صالح ليكون بديلا في شوط المباراة الثاني، بديل قيس صالح. اختارك قيس صالح لمثل هكذا مناسبات. يا رفعت في المرمى، يا ستار يا ستار، على طريقة ياسر القحطاني يحتفل، وبالتالي يسجل بطريقة جميلة بطريقة قوية، مزقت الشباك وأعلن عن هدف للمنتخب اليمني من ضربة ترجيحية ناجحة. أي قذيفة، أي كرة، صاروخ أرض جو في مرمى المنتخب السعودي كانت اللقطة الماضية عن طريق رفعت. الآن حسين الطاها إن سجلها يعادل، وإن أهدرها فاليمني سيكون بطلا للبطولة. حسين الطاها من اختاره عبد الوهاب الحربي ليكون بديلا في الشوط الثاني. مبروك للمنتخب اليمني، مبروك للمنتخب اليمني، مبروك. وضاح حارس المرمى، نجم المباراة الأول، يهدي الجماهير الغفيرة لقبا غاليا للمنتخب اليمني على حساب المنتخب السعودي في المباراة النهائية وفي ضربات الترجيح. مبروك لليمن، هارد لك للمنتخب السعودي. يا ستار يا ستار. وضاح ماذا أهدرت يا وضاح بهذا الهدوء؟ كانت بحاجة إلى قوة أكبر أمام وضاح. لا ترسل مثل هكذا كرات سهلة. نجم المباراة.